السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبطالنا طلبة وطالبات جريد 5. النهاردة إن شاء الله هناخد ريفيو على ريفيو على lessons اللي فاتت، وهو الويك 7 هنحله مع بعض. نستعد إن شاء الله نبدأ على طول على choose the correct answer. أول حاجة بيقول لي the thick part of the tree أو of a tree is called a branch ولا trunk ولا leaf ولا root. طبعا الناس اللي بتاخد ساينس عارفة طبعا أجزاء النباتات وأجزاء الفلاورز عبارة عن ايه وأجزاء التريز. فاحنا هنا بيتكلم عن التري، بيقولك البرانش اللي احنا خدناه اللي هو الفرع، الترونك البرانش اللي هو الفرع، الترانك اللي هو اللحاء أو الجذع بتاع الشجرة، الليف الورقة، الروت اللي هو الجذر. طيب احنا النهاردة بيتكلم على thick part، او السؤال بيتكلم على thick part، يبقى يقصد بيه اللي هو الترانك. number 2 البيرسون a person او a dot person only thinks about himself، الشخص اللي بيتكلم بس او بيفكر بس عن نفسه himself، اذا هو kind طيب ولا selfish اناني ولا helpful مساعد ولا friendly ودود؟ لا، هو بالشكل ده بيكون selfish اناني. طيب number 3 we use our a to lift heavy things. lift هنا مش الماضي بتاع leave، لا lift هنا اللي هي معناها يحمل او يرفع اشياء ثقيلة. هنا طبعا مش بنستخدم بونز عظامنا ولا الماسلز بنستخدم عضلاتنا ولا سكين بنستخدم جلدنا ولا الهير شعرنا، لا هي letter B اللي هي الماسلز اللي هم عضلاتنا. طيب number 4 sleeping well and relaxing is good for your ايه، يعني النوم جيدا والريلاكسنج اللي هو الاسترخاء good for your ايه mental health صحتك العقلية، ولا الشوز سايز حجم الشوز، ولا الهوم work ولا اللانش بوكس؟ طبعا هيبقى mental health لصحتنا العقلية. طيب the frog نقط over the rock، بيعمل ايه the frog over the rock على الصخرة؟ بيعمل slept ولا leaped ولا ate ولا read؟ طبعا بيعمل leaped، يعني leaped يعني بيقفز، وقلنا leap معناها jump high and far. طيب نيجي بعد كده على read and complete the text with words in the box. هنقرا طبعا الوردز الاول عشان نترجمها، وبعدين نقرا الباراجراف بتاعتنا، وبعدين نبدا نعمل الكوريكت انسر بتاعنا. طيب habits احنا عارفين ان هي عادات. health care workers اللي هم العمال اللي بيبقوا قائمين على العناية بالصحة او العناية الصحية. paramedics يعني المسعفون. nurses اللي هم الممرضين. الفارماسيستس اللي هم الصيادلة. طيب our community has many نقط who are true heroes. doctors and نقط work hard to treat illness and care for patients نقط ensure we get the right medicine and نقط provide quick help in emergencies. They all encourage health نقط like eating fruits and vegetables for vitamins to keep us well. طيب our community يعني مجتمعنا has many ايه، يعني ايه بقى، او اللي هو who are true heroes بيتكلم عن مين اللي احنا بنعتبرهم الابطال؟ بيتكلم طبعا على المين الهيلث كير workers. يبقى هنكتب في نمبر 1 اللي هو health care workers اللي هم بيهتموا بعنايتنا بصحتنا، وهنكتب health care، بعدين workers اللي هم العمال workers. بعد كده هنيجي على doctors and a work hard to treat illness. مين اللي بيشتغلوا hard بجد وباجتهاد مع الدكتور عشان يعالجوا المرضى؟ طبعا النيرسز. هنكتب number 2 nurses اللي هم الممرضين. بعد كده work hard to treat illness and care for patients مرضى. طيب ايه نقط ensure we get the right medicine؟ مين اللي بيتأكدوا ان احنا بناخد العلاج بتاعنا الصحيح او الادوية بشكل صحيح؟ طبعا اللي هم الفارماسيست اللي هم الصيادلة.
طيب بعد كده عندك نمبر 3 اللي بعديها and not provide quick help in emergencies. مين اللي بيدونا العناية السريعة لما يكون في emergencies، لما يكون في طوارئ؟ مين المسعفون اللي هم paramedics. هنكتبها مع بعض. طبعا كلمات الوردز بتاعت اليونت دي المفروض تكون اوريدي محفوظة، احنا بس جاست بنعمل لها ريفيجن. بعد كده هو بيقول لي نمبر 4 هنقراها مع بعض بسرعة برضك. بيقول لي ايه they all encourages، ايه هو اللي they all encourages دي؟ خلينا مركزين كويس جدا عشان نعرف. they all encourage health، like ايه؟ مين اللي بيشجعوا الهيلث habits بتاعتنا، العادات بتاعتنا الصحية؟ طبعا بنقول habits اللي هي العادات like eating fruits and vegetables for vitamins to keep us well، ان احنا نكون بصحة جيدة. هنيجي بعد كده نبص على ال questions او ال activity اللي بعديها. بيتكلم بيقول لي read the text and answer the questions، طبعا بعنوان sports and our bodies، طبعا اللي هو الرياضة او الرياضات الرياضيات سوري الرياضة اللي احنا بنعملها بعلاقتها بأور بوديز بأجسامنا. طبعا بيبقى في علاقة مهمة جدا ان الاكسرسايزز والسبورتس اللي احنا بنلعبها او بنمارسها يوميا بتكون مهمة لأجسامنا ولعقلنا ولقلبنا وكل أجهزة الجسم بتاعتنا. هنيجي نقرأ التكست علشان نعرف نحل الانسرز بتاعته. اول حاجة بيقولك playing sports is super important for our health. طبعا playing sports is super important يعني مهمة جدا for our health لصحتنا. when you exercise لما بتتمرن it makes your heart strong and helps your muscles grow. طبعا بتكون مفيدة لقلبنا لأنها بتجعله قوي and helps your muscles grow، بتنمي برضك عضلاتك وبتخليها قوية. بعد كده بيقولك activities like swimming are great because they make our lungs strong too. يعني الرياضة زي رياضة السباحة برضك من الرياضات العظيمة اللي بتخلينا نقدر برضك تقوينا بالذات في الرئة، انها بتساعد الجهاز التنفسي او الرئة بمعنى اصح انها تكون قوية. فبيقول لي اخر جملة او الجملة قبل الاخيرة ان being fit يعني انك تكون لائق جسديا means you are healthy and strong، ان انت تكون صحي وقوي. يعني exercise also boosts your mental health، برضك بتقوي الصحة العقلية بتاعتك. helping you sleep better، بتخليك ان انت تنام بطريقة افضل. and reducing stress، بتقلل عندك الستريس اللي هو القلق او الضغط اللي بتاعت اليوم بتاعك. so staying active keeps both your body and mind happy. طبعا ان انت تكون نشيط بيجعلك تكون سعيد وجسمك يكون لائق جسديا او يكون healthy. هنيجي على الاكسرسايز بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. number 1 swimming makes your not strong. السويمنج اللي هي السباحة بتجعل ايه your muscles long bones lungs hurt. طبعا احنا لما نيجي نبص على التكست هنلاقي ان هو number 1 اجابتها letter C اللي هي lungs اللي هي الرئة، فهنعمل circle على number C. طيب هنخش في الاكسرسايز في الكويشنز اللي بعده. being fit means ايه؟ feeling tired ولا being healthy and strong ولا being stressed ولا forgetting things؟ لا طبعا being fit انت تكون لائق بدنيا معناها ان انت تكون healthy and strong، مش معناها ان انت تكون تشعر feeling tired بتعب، ولا being stressed مضغوط، ولا ان انت forgetting things تنسى الاشياء، لا خالص. خلينا نخش الاكسرسايز بتاعته. بيقول لي answer the following question. number 3 how does playing football help your body؟ ازاي لعبة كرة القدم بتساعد اجسامنا على ان هي تكون صحية؟ هنشوف دلوقتي الاجابة ايه هي. هنيجي بعد كده نحل الاكسرسايزز اللي هي answer the following questions. number 3 how does playing football help your body؟ it makes our heart strong and helps our muscles grow. طبعا الانسرز بتبقى اوريدي موجوده في الباراجراف او في التكست اللي هو مديهولك. بعد كده number 4 بيقول لي what are benefits of exercise regularly for your mind؟ يعني ايه هي الفايده اللي بتعود عليك لما بتمارس بانتظام الاكسرسايزنج التمارين او الرياضه؟ فهنقول it helps you sleep better and reduces stress، ان هي بتساعدنا ان احنا ننام بطريقه افضل، وبتخلينا كمان يتقلل عندنا القلق reduce القلق الستريس والضغط، الضغط بتاع اليوم يعني او الروتين اللي احنا بنعمله.
طيب number 5 why is it important to keep your heart strong؟ ليه ضروري او مهم جدا ان انت تحافظ على القلب بتاعك انه يكون قوي؟ اول حاجه لانه هو to do our daily activities، ان احنا نقدر نمارس او نعمل انشطتنا اليوميه، او وكمان make us live in a fit body with a better mental health، انها كمان بتساعدنا ان احنا نكون في صحه جيده، وبيساعدنا كمان ان احنا يكون عندنا اجسام لائقه بدنيا. يعني مهم جدا وضروري ان احنا نحافظ على القوة بتاعت اجسامنا من خلال التمارين ومن خلال السبورتس اللي احنا بنمارسها يوميا. طيب هنيجي بعد كده put the words in correct order to make sentence. بيقول لي number 1 throw bombs blood vessels heart. طيب هنيجي نمسك اول حاجه الكلمه اللي هي heart، اللي هي اولها capital words، وهي دي طبعا اللي احنا قلنا عليها كذا مره، احنا لازم هنبدا بالكلمه اللي بتبدا بكابيتال لتر اللي هي هتبقى heart، ونكمل على طول بقيه الجمله. ان الهارت ماله بيعمل ايه؟ bombs البلاد through vessels، يعني القلب بيضخ الدم عن طريق الأوعية الدموية. طيب نمبر 2 هنقول being، طبعا هنبدأ بbeing ليه؟ لأن being هي طبعا أول الكلمة بتاعتها أو أول الحرف بتاعها كابيتال، فهقول being fit. طبعا الجملة دي لسه شايفينها في التكست أو في الباراجراف اللي فوق، فطبعا احنا اوريدي حفظناها. هنقول being fit إنك تكون لائق بدنيا means إيه؟ means healthy and strong، إنك تكون صحي وإنك تكون قوي. ماشي، اللي بعد كده number 3 hide rocks under animals و some. طبعا هنجري بردك على أول word فيها capital letter اللي هي some، وهقول some animals يعني بعض من الحيوانات مالهم hide، يعني بيختبئوا under rocks يعني بيختبئوا تحت الصخور. نيجي بعد كده على نمبر 4 بيقول لي was وسيلفش وتوم وفيري. طيب هنيجي بردك نفس الحوار. نمبر 1 هتبقى اللي هي فيها كابيتال ليتر توم. بعد كده هنيجي على الهيلبينج فيرب اللي هو توم was ماله هقول سيلفش الاول ولا فيري؟ لازم هنكتب طبعا فيري الاول، فهقول فيري سيلفش، وسيلفش معناها اناني، خدناها لسه فوق حلينها للناس اللي متابعه معايا. بعد كده نمبر 5 عندك quickly وفورستس وايلد فايرز ودراي وسبريد اب وسبريد وإن. طيب هنيجي نمبر 1 على الوايلد فايرز اللي هي النيرون او الحرائق البريه، مالها؟ عايزين نجيب الفيرب اللي بعديها، هقول ايه؟ سبريد، برافو، يعني سبريد يعني بتنتشر. quickly يعني بتنتشر يعني بتنتشر بسرعه. in الدراي فورست في الغابات اللي هي الايه؟ الجافه. تمام، هنيجي بعد كده على الاكسرسايز اللي بعديه. بيقول لي read and write the correct form of words between brackets. نمسك نمبر 1 هقول I sometimes eat breakfast for school. طبعا sometimes دي هنا معناها احيانا، فانا هكتب بدل sometimes هعمل لها correct وهكتب الاجابه بتاعتي اللي هي بتبقى always، لان always دي يعني دائما، احنا كلنا طبعا بننزل قبل بنفطر قبل الايه؟ قبل ما نروح المدرسة، يبقى I always eat breakfast for school. The large fish swam slowly in the river. طبعا احنا عندنا الريفر اغلب الحاجات اللي بتكون فيه او بتسبح بطريقة بطيئة بتكون بيجي تفكيرنا على طول على الكروكودايلز اللي هي الايه؟ التماسيح. طيب هنيجي بعد كده على lions often for their food in the wild. هم طبعا مش sleep، هم الايه؟ بيعملوا hunt. يعني hunt يعني بيصطادوا للفود بتاعتهم فين؟ في الوايلد. في البرية، عشان كده هم بيقدروا يتغذوا، بنسميهم ان هم في الحيوانات البرية ان هم دول البريتاتور المفترسون اللي بيتغذوا فيد اب او فيد اون على البري الانذر انيمالز، يعني اللي بيبقوا فريسة ليهم. طيب نمبر 4 what do the ancient Egyptians do when the river flooded؟ بيعملوا ايه القدماء المصريين؟ فهنا طبعا السؤال زي ما احنا شايفين هو in the past، فمش هنقول what did، مش هنقول sorry what do، هنقول what did.
طيب هيجي بعد كده على we doesn't have modern machines in ancient Egyptian. طبعا في قدماء المصريين ما كانش عندهم زينا، عندنا حاجات التكنولوجي اللي طلعت دلوقتي، فبالتالي هم عايزين يقولوا ان احنا ما كانش عندنا. طبعا دي لغة الماضي in the past tense، فمفيش حاجة اسمها we doesn't، في حاجة هنحولها على طول into past فهتبقى didn't. بعد كده هنيجي على الاكسرسايز اللي بعديه، بيقول لي بانكتويت. طبعا بانكتويت دي من الاسئله اللي محبه يعني بصراحه لقلبي، لاني دايما ببقى عايزه الناس كلها مش تحل السؤال ده وخلاص وتخلص منه، لا ببقى عايزه الناس كمان تمشي بالقواعد بتاعته في كل حاجه، سواء في رايتنج الباراجراف او في ري ارينج او في كوريكت او في اي حاجه، نمشي بالقواعد بتاعت البانكتويت. فدايما برجع اقول لكم ان اول كلمه في اول سنتنس لازم نعمل كابيتال لاول حاجه فيها، حتى من غير ما اقرا السنتنس اجي على طول اعمل الكابيتال. Too much stress can hurt your heart. الضغوط او القلق كتير ممكن يأذي قلبك. فطبعا دي جملة صحيحة جدا، دي ممكن تكون ادفايس كمان، مش تكون حاجة بنحلها، دي كمان تكون حطيتها في دماغك. طيب نخش على number 2. What is the size of your heart؟ طبعا ده سؤال question، فهنجري نعمل لأداة الاستفهام اللي هي W هنكبرها نعملها capital، نقول what is the size of your heart، وفي الآخر هحط question mark. Number 3. Each animal has an important role in nature. طبعا دي حاجة برضك من الجمل اللي هي واقعية جدا وريل، لأن كل animal ربنا خلقه هو ليه دور مهم جدا في الحياة الطبيعية. هنقول each animal has an important role in nature وهنحط في الآخر في full stop. طيب هنيجي بعد كده على number 4. One frog said this well looks like a great place. طيب هنا بقى الجملة دي مهمة جدا. ليه بقى؟ لان احنا مش هنكبر ونعمل كابيتال لاول لتر ونسكت، لا ده احنا هنيجي على كلمة say دي وهنفتكر الجرامر بتاعنا اللي هو الدايركت والاندايركت سبيتش. لما كنا بنحول الجملة الدايركت سبيتش كنا بنيجي بعد سيد ونحط كده الكوما، وبعد كده بنفتح الانفيرتد كوما اللي هي بتبقى فوق دي اللي بتبقى صغننة، ونبتدي نحط فيها السنتنس بتاعتنا اللي هي this will looks like a great place. بعد ما نخلص الجملة بتاعتنا بنقوم قافلين inverted brackets دي ونقوم حاطين في الآخر في ايه full stop. مهم جدا قبل ما نلاقي الفيرب said دوت ان احنا نجري على طول، ما ننساش نعمل الكوما والبراكتس بتاعتنا اللي هي فوق دي، وبعد كده نقوم حاطين السنتنس بتاعتنا، والسنتنس اللي بتبقى بين الأقواس بتبقى بردك أول لتر فيها كابيتال، ونكمل بقية السنتنس عادي ونحط الايه الفول ستوب. طيب number 5. What did the other frog think about the whale؟ هنيجي بعد كده على أول طبعا question ونعمل بردك نفس الكلام ايه الدبليو كابيتال، ونجري نشوف بقية الكويستشن عبارة عن ايه. did the other frog think about the whale؟ في الآخر خالص هنحط الكويستشن مارك لأن مفيش حاجة تانية ممكن نكبرها في الكويستشن. هنيجي بعد كده على آخر حاجة اللي هي write a text about 30 words using the following guiding elements. هنستخدم الكلمات اللي هو مديها لي دي اللي هي اسمها الجايدنج ووردز او الجايدنج اليمنتس، وهنستخدم التايتل بردك معانا جوه السنتنس عشان الناس اللي بتبقى بتحتاج دايما في الباراجراف ازاي نكتبه، ندور على اي كلمات مديها لنا او احنا اوريدي حافظينها ونعمل فيها جمله سنتنس. هنيجي على trees are important. الاشجار مهمه، الاشجار مهمه. حلو قوي الجمله دي ان احنا ممكن نستخدم الاشجار ونشوف الاشجار بتطلع فواكه ندخلها، بتطلع فيجيتابلز ندخلها، خضروات ندخلها، بتعمل لنا ظلال ندخلها، وهو من ضمن الجايدنج ووردز برضك مديك الحاجات دي، وكمان مديك give us oxygen يعني بتدينا الاكسجين. طبعا الناس اللي هي بتاخد ساينس بالنسبه لها السؤال ده سهل جدا لان هي بتاخد البلانتس وخدت تجزئة البلانتس، فهتبدأ تتكلم على طول من الحاجات اللي هي حافظاها، مش هيبقى عندها بروبلم كتير في الباراجراف ده. فهنا هقول trees are very important in our ecosystem. يعني ecosystem يعني النظام البيئي. طب الناس اللي ما بتاخدش ساينس هتكتب in our life على طول، انا حتى هنا كاتبه لكم اهو or life، يعني ممكن تكتبوا ecosystem او life للناس ايه اللي مش هتعرف تكتبها. طيب مديك ايه تاني فوق؟ مديك give us oxygen، بتدينا الاكسجين، فهقول the tree gives us oxygen that we need to live. يعني بتدينا الاكسجين اللازم ان احنا محتاجينه عشان نقدر نعيش، لان احنا كلنا عارفين مش احنا بس as a human، لا كمان الانيمالز من غيرهم ما بيقدروش يعيشوا من غير اكسجين.
It makes shade to us in the sunny days. يعني بتدينا كمان الظلال في الأيام المشمسة. ممكن تشيلوا sunny days تحطوا بدلها السمر، ممكن تشيلوا السمر وتحطوا بدلها الهوت days. تكتبوا بالكلمات وتلعبوا بيها وتطلعوا السنتنس اللي انتوا عايزينها براحتكم، بس أهم حاجة الجراماتيكال بتاعتكم تكون صح. It also gives us food like fruits and vegetables. كمان بتدينا طعام. زي ايه الطعام ده؟ زي الفاكهة وزي الخضروات. وممكن تتلعب يعني تكبروا الجمل وتقولوا fruits like apples زي bananas، وتكبروا الجمل بتاعتكم تحطوا كلمات كتير يعني vegetables like tomato potatoes، وتدخلوا كذا كلمة في الجمل لحد ما تكبروا يعني القطعة بتاعتكم. You have، أنا طبعا مش كاتبة القطعة كلها، أنا كاتبة بس examples وانتوا تكملوها يعني تحطوا بقى من دماغكم انتوا. You have to plant a tree everywhere because it makes place beautiful. طبعا places بتبقى beautiful جميلة لما بيكون فيها أشجار كتير. فأنا اديت زي advice كده زي ما احنا متعودين at the ending of any story إن بيبقى فيه advice كده اهوت بنقولها، فبقول you have to plant a tree. انت ممكن عليك أن تزرع شجرة everywhere في كل مكان because it makes places beautiful، لأنها بتخلي places beautiful وبتخليها جميلة، وتقدروا تزودوا من عندكم على حسب الفوكابلري اللي انتوا حافظينها أو واخدينها في اليونت. فدي كانت هندزة سريعة يعني للتكست اللي تكتبوه إن شاء الله. فلو عجبكم الفيديو والشرح يا ريت ما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصلكوا بقية الدروس إن شاء الله، وتعملوا لي سبسكرايب وتعملوا شير في الخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.